من شوية أعلن أحمد مرتضى منصور استقالته من رئاسة نادي الزمالك واستقالة المجلس كله. تمام؟ الناس دي أحد أسباب وقوع نادي الزمالك، لأن الزمالك كده مش هتقوم له قومة إلا بحلين. الحل الأولاني إن زيزو يتباع عشان يسد الديون اللي على النادي، وما يتباعش أقل من 6 مليون دولار. والحل التاني إنك هتبيع أحد أعمدة الفريق اللي موجودة اللي هو أحمد فتوح. ليه؟ عشان تعرف تشتري لعيبة، لأن فلوس زيزو كلها هتروح تسديد ديون وغرامات. مين السبب في الديون والغرامات؟ مجلس مرتضى منصور. ليه؟ يعني أتفه الأسباب اللي موقفة لهم القيد يعني حاليا أزمة شيكابالا. طب أزمة شيكابالا دي من إمتى؟ من 2016. طب السبب فيها إيه؟ إن هما كانوا بياخدوا من شيكابالا فلوس عقده ويدفعوا فلوس الغرامات اللي هما ما دفعوهاش. اللي هو طلع أحمد مرتضى امبارح قال لك إيه؟ قال لك إحنا خدنا فلوس شيكابالا ودفعنا لمحمود علاء وطارق حامد ومش عارف مين. انت بتاخد من هنا تحط هنا، بتاخد من هنا تحط هنا، تاخد من هنا، بس لكن ما بتحلش مشكله. ده انت بالعكس بتزود مشاكل، لان جه عليك غرامه مبلغ وقدره. لكن لو كنت دفعت الاقساط في ميعادها ما كانش جات عليك الغرامه. مين السبب في الكارثه اللي في نادي الزمالك؟ هو مرتضى منصور. كان هما ما بيعترفوش بكده، هما حتى الزمالكاويه ما بيعترفوش ان مرتضى منصور السبب. هما بيقولوا ان الدوله بتحاربهم. يا عم حاربك ليه وانت مقطع منصات التتويج؟ ما طبيعي اي فرقه بتلعب وبتنافس بتاخد دوري. ما طبيعي ان انت تاني فرقه بتنافس مع الاهلي هنا. ما طبيعي اما تلعب نهائي كاس مثلا قدام فرقه تاخدها. طبيعي اما تقابلني في كاس مثلا ابقى انا مش في حالتي فتكسبني عادي، ايه المشكله؟ طبيعي لما اقابلك في افريقيا اروح نتشك، ما فيش اي مشكله برضه. فمين السبب؟ مرتضى منصور. بس هم كجمهور نادي الزمالك ما بيعترفش، هو شايف ان الدوله بتحاربه. يا ابني انت مغيب، انت فعلا مغيب. يعني طول ما الجمهور ده ماشي بالدماغ دي كده والعقليه دي هيفضل هم كده، هيفضل هو ده الزمالك. عايز يشوفك فاشل زيه، ما بتاخدش بطولات زيه. لكن احنا الحمد لله ربنا كرمنا واستقرار والدنيا جميله وزي الفل، مش عايزين حاجه من الدنيا تاني الا بطولات صراحه.